الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله رب تسليمات عليه. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي مع استكمال حل تدريبات الصفات الوراثية والطفرات. سؤال: تعتبر لون العيون صفة وراثية لأن صفة يتم انتقالها من آباء للأبناء، تنتقل بدون تعلم، بينما تعلم الطفل المشي صفة مكتسبة لأن هذه الصفات لا تنتقل من الآباء إلى الأبناء ولكنها يتم اكتسابها عن طريق التعلم والتدريب. يعتبر كل من رقاد الدجاج على البيض ونمو الخفافيش في وضع مقلوب سلوكيات غريزية، لأن دي صفات تنتقل من الآباء إلى الأبناء بدون تعلم. يعرف حمض الدي ان ايه باسم اللولب المزدوج لانه يحتوي على المعلومات الوراثيه في جزء منه يسمى الجينات التي تحمله النيوكليوتيدات التي تحمل اللولب المزدوج. الحمض النووي دي ان ايه هو مصدر المعلومات الوراثيه، وهي نفس القصه لانه يحتوي على الحمض النووي يحتوي على جينات، والجينات تحتوي على نيوكليوتيدات، والنيوكليوتيدات هي أصغر وحدة بنائية للكائن الحي وتحمل المعلومات الوراثية. يعتبر مندل هو مؤسس علم الوراثة لأنه عمل 24 ألف تجربة خلال 8 سنوات وصل فيها لمعلومات عن علم الوراثة أن الصفة الوراثية يتم اكتسابها عن طريق عاملين وراثيين وينتجوا صفات وراثية تعرف باسم الجينات. وعلى أساس المعلومات بتاعته دي اعتمد عليها العلماء فيما بعد في بناء علم الوراثة. تلعب الإنزيمات التي تنتجها الجينات دورا مهما في ظهور الصفات الوراثية، لأن الإنزيمات تعمل تفاعل، والتفاعل يصدر بروتين مسؤول على إصدار الصفة الوراثية. تختلف الصفات الوراثية باختلاف ترتيب الجينات نظرا لاختلاف الجينات على الكروموسومات، وبالتالي تختلف الصفات الوراثية. اختلاف الجينات على الكروموسومات، اختلاف ترتيب الجينات على الكروموسومات يؤدي إلى اختلاف الصفة الوراثية. الثانية، تعتبر ولادة أم سوداء البشرة لابن أمهق البينو طفرة تلقائية لأنها تتم بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. إنتاج جياد بلا ريش طفرة مستحدثة لأنها لا تتم بشكل طبيعي ولكنها تتم بسبب تدخل الإنسان. طب وليه مفيدة؟ لأنها بتوفر انت وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. موقعة بالشكل تقنية زراعية وليست من الطفرات، لأنها تتم داخل قوالب مربعة يأخذ البطيخ شكل هذه القوالب. يعد تحمل سكر اللاكتوز من الطفرات المفيدة لأنه يتحول إلى سكر بسيط اللي هو سكر الجلوكوز. ومفيدة هنا يا أستاذ لأنها لا يحدث ضرر للإنسان. ما هي الصفات الوراثية؟ الصفات التي تنتقل من آباء إلى الأبناء دون تدريب أو تعلم. الصفات المكتسبة هي الصفات التي لا تنتقل من آباء إلى أبناء ولكن تحتاج إلى التدريب والتعلم. السلوكيات الغريزية هي التي تنتقل من آباء إلى الأبناء ولكن بدون تعلم. التكاثر هو عملية حيوية يتم إنتاج أفراد جديدة. الكروموسومات هي أجسام خيطية توجد في أنوية الخلية مسؤولة على حمل المعلومات الوراثية. السنترومير هي نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم. الجينات هي أجزاء من حمض الدي إن إيه يحمل المعلومات الوراثية. النيوكليوتيدات هي أصغر وحدة بنائية للحمض النووي. علم الوراثة هو علم انتقال الصفات هو علم يفسر انتقال الصفات الوراثية. فرضية الجين واحد أن الجينات تصدر إنزيمات ثم تقوم بإصدار تصدر تفاعل كيميائي يصدر عنها بروتين، والبروتين يصدر الصفة الوراثية. الطفرة هو ظهور صفات جديدة لم تكن موجودة من قبل نتيجة تغير في طبيعة عمل الجين. الطفرة التلقائية هي الطفرة التي تتم بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان. الطفرات المستحدثة هي الطفرات التي يتم بتدخل الإنسان. الطفرة الضارة هي ظهور صفات جديدة غير مرغوب فيها وقد تؤدي إلى الوفاة. الطفرة المفيدة هي ظهور صفات جديدة مرغوب فيها نتيجة تدخل الإنسان أو بشكل طبيعي. النتائج المترتبة على السؤال العاشر: تكون إنزيم بواسطة أحد الجينات. الإنزيم يصدر تفاعل، والتفاعل يعمل بروتين يصدر المعلومات الوراثية. اختلاف ترتيب النيوكليوتات يؤدي إلى اختلاف الجينات وبالتالي اختلاف الصفات الوراثية. التغير في طبيعة الجين يؤدي إلى تغير في الصفة الوراثية وظهور صفات جديدة.
ضمور العضلات بعض الأطفال حديث الولادة يؤدي إلى وفاتهم. وضع بطيخ في قوالب مربعة هينتج بطيخ مربع. تناول شخص يعاني من عدم تحمل سكر اللاكتوز هيؤدي إلى إعياء وإسهال ودوار وآلام متفرقة بالجسم. النقطة اللي بعد كده يقول لي قارن بين الصفات الوراثية والصفات المكتسبة. الصفات الوراثية هي الصفات التي تنتقل من آباء إلى أبناء بدون تدريب أو تعلم. الصفات المكتسبة هي الصفات التي لا تنتقل من آباء إلى أبناء وتحتاج إلى التدريب والتعلم. من حيث مثال الصفة الوراثية زي الشعر المجعد. الصفة المكتسبة زي تعلم اللغات. الطفرة التلقائية هي طفرة تحدث بشكل طبيعي دون تدخل إنسان. طفرة مستحدثة هي الطفرات التي تحدث بدون إنسان. طب دي زي مثال عليها زي طفرة البينو. دي زي إنتاج دجاج بدون ريش. الطفرة المفيدة هي ظهور صفات مرغوب فيها بسبب تدخل الإنسان أو بشكل طبيعي. أما الطفرة الضارة هي ظهور صفات جديدة غير مرغوب فيها وقد تؤدي إلى الوفاة، مثل الضارة ضمور العضلات أو اعوجاج العمود الفقري. أما المفيدة إنتاج ثمار بدون بذور أو عملية إنتاج قمح يتحمل الصدى. سؤال 12 استخرج الكلمة الغير مناسبة. لون شعر، طول رقبة، قفز الحصان، وجود هيكل. طبعا قفز الحصان لأن دول كلهم صفات وراثية ما عدا قفز الحصان دي صفة مكتسبة. تكوين عضلات قوية، قراءة وكتابة، لعب الدولفين ورقاد الدجاج. طبعا كلهم دول صفات مكتسبة ما عدا رقاء الدجاج على البيض دي صفة غريزية. نزل العنكبوت، نمش الوجه، كسر سنجاب، نوم الخفافيش. طبعا هستبعد نمش الوجه لأن دي صفة وراثية والباقي صفات غريزية. إنتاج ثمار ليمون بدون بذور، تشوه العمود الفقري. إنتاج بطيخ، تغير اللون البشرة. طبعا دي إنتاج بطيخ لأن دي تقنية زراعية، بينما الباقيين دي صفات سواء صفات وراثية أو صفات مكتسبة. ولادة شخص يحمل 6 أصابع. طفرة البينو، تحمل سكر اللاكتوز. إنتاج نبات قمح لا يصاب بمرض الصدى. طبعا دي هيستبعد إنتاج نبات القمح لأن دي صفة تحدث نتيجة تدخل الإنسان. أما الباقي دي صفات يا بابا تلقائية طبيعية. ادرس الشكلين المقابلين درسناهم يا أستاذ. بيقول فيهم ما نوع الطفرة الحديثة في رقم 1. دي طفرة مستحدثة ومفيدة يتم إنتاج نباتات بدون بذور. مع ذكر مثال ممكن أقول له إنتاج نبات القمح الذي يتحمل الصدى. ما الفرق التغير في كل من الشكلين 1 و2؟ دي طفرة أما دي تقنية مستحدثة. وضع إنتاج بطيخ كما بالشكل ينتج بطيخ مربع الشكل. رقم 2 الشكل المقابل اكتب ما يدل عليه الأرقام 1 و2 و3. رقم 1 يمثل كروموسوم. رقم 2 يمثل بروتين أو هستونات. رقم 3 عشان تتضح للطلاب الأعزاء دي كروموسوم ودي بروتين أو هستونات ودي يمثل جينات. اذكر حقيقة وحدات بناء رقم 3. الجين يتركب من نيوكليوتيدات. حدد موقع ما يشير إليه الرقم 1. في كل من حقيقيات النواة يوجد في النواة. أولويات النواة يوجد في السيتوبلازم. الشكل المقابل الشكل ده كده. ما اسم التركيب؟ ده حمض نووي DNA. اذكر التركيب الكيميائي لهذا الحمض. يتركب من جينات والجينات تتركب من نيوكليوتيدات. طلاب الأعزاء استكمال الجزء الأخير رقم 4 بيقول من الشكل المقابل يمثل أحد الطفرات أم تحمل ابن أمهق. أم حاملة لابن أمهق. بيقول اذكر هذه الطفرة. طفرة البينو. ما نوع هذه الطفرة؟ تلقائية. مع ذكر مثال لنفس النوع تشوه العمود الفقري. طب معي الرسمة دي كده تمام. إنتاج دجاج بدون ريش وتشوه العمود الفقري. بيقول لي مع نوع الطفرة التي يمثلها كل من الشكلين. دي طفرة تلقائية ضارة. أما الدجاج دي طفرة مفيدة مستحدثة. وضح أهمية الطفرة بالشكل 2 بتاعت الدجاج دي مفيدة في تقلل من عملية استهلاك الكهرباء. رقم 6 من الشكل المقابل يحمل 6 أصابع.
ما اسم الذي يطلق على مظهر اليد؟ دي طفرة. ما التفسير العلمي الذي أدى إلى ظهور هذا المظهر؟ تغير في طبيعة الجين، وبالتالي تغير في الصفة الوراثية. أشكركم، ولنا لقاء متجدد مع الطلاب الأعزاء. كل رجائي من طلاب الأعزاء أن يفعلوا زر الجرس ويشتركوا في القناة لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن.